السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. ان شاء الله بإذن الله يدخل علينا بالخير والبركة. النهاردة هنعمل مع بعض رز بلبن بالقرفة وطعمه حلو جدا 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 بطريقة سهلة، وهيبقى حلو جدا في رمضان. هيعمل معنا كمية حلوة. انا معايا هنا حلة على بوتاجاز. اول ما تبدأ المية تسخن بنزل فيها كوبايتين من الرز، كوبايتين بس على كيلو اللبن. تمام، كوبايتين مش كبار قوي كمان. وبعد كده اول ما بيبدأ يستوي، انا عايزه الرز يستوي خالص في الميه، يعني مش نص سوا، لا، لما بلاقي الرز استوى خالص بنزل عليه بعد كده بكيلو من اللبن وبقلبه كويس جدا. وبعد كده ببدأ اوطي النار على شعلة متوسطة، وكل شويه ببص عليه وبقلبه، يعني مش بسيبه عشان ما يلزقش معايا. خلاص. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير. وبعد كده ببقى اشوف كل شويه استوى ولا لسه. خلاص، اول ما بيبدا يستوي معايا خلاص كده ببدا بقى اجهز. انا هنا كنت شايله نص كوبايه من اللبن، هحط عليها 3 حاجات. اول حاجه بحط معلقتين من النشا، معلقتين كبار من النشا، وبدوبهم كويس جدا. خلاص. وبعد كده بحط عليهم معلقتين من كريم شانتيه، بجد بيفرق في الطعم خالص. وانا كنت حاطه معلقتين من قبل كده في اللبن، القشطه بتاعه اللبن كنت ببقى مخزناها من قبل كده، يعني من وش اللبن. حطيت معلقتين برضو في اللبن ودوبتهم، يبقى معلقتين نشا ومعلقتين كريم شانتيه ومعلقتين قشطه. بدوبهم كويس جدا وبنزل بيهم بقى على الرز بلبن. بجد يعني بيخلي الرز حلو جدا جدا جدا. وبعد كده بنزل بيهم على الرز وبقلبهم شويه. خلاص. وبعد كده بحط السكر، يعني الكمية اللي على حسب ما انت عايزة، وبتقلبيها كويس. وعلى حق، واول ما بيبدأ سمكه بيتقل شوية، وببدأ بعد كده اصبه في اطباق. وممكن ترش عليه قرفة، بجد حلو جدا جدا بالقرفة. لو عندك صوص شوكولاتة هتحطيه على الوش، زبيب، جوز هند، واحنا داخلين على رمضان هيبقى موجود جوز هند وزبيب. بجد حلو جدا جدا في عزومات في رمضان. هيعمل معاكي كمية حلوة جدا جدا. بتجهزيه قبل الفطار يعني بساعة، بيبقى جاهز معاكي.